اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم ضرب في المليان. طبعا كلنا عارفين ان الاعلام بتاعنا رايح في داهية، لكن الاستاذ هاني حتحوت يعني كان بيقول لك ان انا اعلام حيادي ومش اعلام وساطب. المرة دي هنكشفه، هنعرفه قد ايه هو مش حيادي. لكن في البداية لايك وشير واشتراك في القناة علشان دايما يوصل لحضراتكم كل جديد. بص يا استاذ هاني، انا مش معترض انك اللي عمله كهربا صح ولا غلط عشان طلع غنى مع الجمهور او هدف مع الجمهور وقال لك اوف احا كهربا حطه صح. ما تسلك النية يا راجل. الراجل بيتكلم على الجول وبيهتف على الجول، انت ايه اللي جه في دماغك؟ لكن هفترض معاك ان هو غلط. تمام. سيادتك بقى عايز اعرف المؤتمر الصحفي بتاع رئيس نادي الزمالك ما كانش فيه تجاوزات؟ ما تجاوزت في كابتن عماد متعب وفي كهربا وفي الخطيب. علشان كده هوريك انت قلت ايه بعد المؤتمر، يعني اللي بتتكلم في الصح والغلط وسبت الماتش كله ومسكت في موضوع كهربا. طبعا انت اعلامي كبير، فبالتالي اكيد هتمسك سيادة المستشار تعرفه الصح من الغلط. نشوف بقى قلت ايه ونرجع عشان نرد عليك. دي بعض القرارات اللي أذعناها لحضراتكم. لم نذع بكل تأكيد المؤتمر كاملا، وبعض المصطلحات اللي ما ينفعش نشرها على الهواء مباشرة في الحديث عن لاعبين أو مجالس إدارات أو غيرها، لكن بنجمع لحضراتكم المعلومات. لكن باقي المعلومات تعالى نستعرضها مع حضراتكم على الشاشة دلوقتي من قرارات أعلنها رئيس نادي الزمالك في أعقاب الخسارة الكبيرة من الأهلي بثلاثية دون مقابل. رئيس يا حنين، جبت الكلام اللي مفيهوش تجاوزات والباقي سيبته ليه؟ قالك اصل ما ينفعش يتعرض على الشاشات. طب فين الصح والغلط وفين اعتراضك وفين تفنيطك وتحليلك؟ ولا ده على اللعيبه بس؟ انت مش انت رئيس النادي ما تقدرش تتكلم عليه، لكن تتكلم على اللعيبه. قول كده. طيب شيكابالا كان في الماتش وراح لجمهور الاهلي وسخن قصادهم هناك واستفزهم. طبعا اكيد مش هتفوت الفرصه ديت، وهديلك فرصه تانية تبين لنا قد ايه انك حيادي. نشوف سيادتك قلت ايه ونرجع نرد عليك. بالمناسبة، بس قبل ما اقول لكم اي حاجة، يعني انا شفت ناس زعلانة قوي امبارح كتير، وانتوا عارفين انا والله ما اقدر ابدا على زعلكم، يعني سواء الاهلاوية او الزملكاوية. وسبحان الله الاتنين اتفقا، او بعض جمهور الناديين اتفقا على الزعل مني من امبارح. الاهلاوية قالوا لي انت ليه ما اتكلمتش على شيكابالا وانت مالك ومال كهربا، والزملكاويه اتكلموا على انه انت ازاي تقول انه بيرد في الملعب، ده هربان اساسا، فبيرد على ايه؟ فانا بس هوضح يعني انه فيما يخص شيكابالا، اعتقد يعني انه حينما بيخطئ شيكابالا من وجهة نظرنا بنعلن ده صراحة، وبنقول او حتى لو ما قلناش رأينا بنعرض. اقول يا جلال ولا انت هتقول لي الناس هتزعل؟ هقول لكم رأيي. انا اصلا رأيي ان شيكابالا امبارح ما غلطش اساسا. يعني غلط طبعا لما وقت الهتاف راح مشاور، لكن انه يروح يسخن في نص ملعب الاهلي، انا من وجهة نظري انه لم يخطئ. والتاريخ طويل جدا في قصة ان اللاعب اللي بيحاول انه يمتص الغضب او الحماس، او اللي بيحاول انه يعتاد على الاجواء اللي هيعاصرها وهو بيلعب في المباراة، بتبين لنا ان في لعيبه كتير قوي راحت سخنت في نص ملعب المنافس خلال ده على فكرة في مصر وفي العالم، في مصر وفي العالم. وهو راح عارف انه هيتشتم. انا اسف ان انا بقول الكلام ده، بس هو عارف انه هيتشتم، فراح علشان ياخد الاجواء دي، ويبقى لما يسمعها وهو في ارض الملعب ما يتاثرش سلبا وهو بيتفرج وهو بيلعب، لانه بيتاثر سلبا. شيكابالا بيركز فبيعمل رد فعل بعد كده فالمستوى بيقل. فهو خد الاجواء دي. هل اخطا؟ هل اشار؟ هل اتكلم؟ هل رد على الهتافات المسيئه اللي جات له؟ والهتافات دي انا ما بلومش قوي يعني عليها، لانه في الاخر كوره يعني. لكن في الاخر لا، ما اخطاش. ثم اشار لجمهور الزمالك ان هم يهتفوا للعيبه لما قعدوا يهتفوا له. عشان كده انا ما بشوفش ان شيكابالا امبارح غلط، ولكم مطلق الحريه في لو شايفينه غلطان. ولاي حد يعني لو في شكوى، لو في عقوبه، دي مش بتاعتي انا بقول رايي في القصه دي فقط. تمام. وفي ناس تانية بتقول انه غلطان، فلهم مطلق الحريه تماما. عشان كده انا ما قلتش الراي في النقطه دي. لكن في حاجات سابقه لشيكابالا ياما اتكلمنا يعني، والشيكابالا زعلان مننا والزملكاويه زعلوا مننا. ليه كده بس يا استاذ هاني؟ فين الحياديه؟ ده اللي هدف مع الجمهور بعد الماتش غلطان، لكن شيكابالا اللي راح يستفز قالك لا اصله بياخد على الاجواء، وراح لجماهير الزمالك قال لهم اهتفوا للعيبه. لا يا ريس، وراح لجمهور الزمالك قال لهم ردوا على جماهير الاهلي.
ياما بيقول لك اصل انا بطلع اتكلم عن شيكابالا عادي، ولكن الجماهير زعلانه وشيكابالا زعلان، علشان كده بطلت ان انت تتكلم عليه. لكن كهربا نسلخه ليه؟ عشان ناخد الرضا. يعني رئيس النادي طلع سب الجميع، ما قدرتش تفتح بقك. اتكلمت على كهربا في الملعب، وشيكابالا عمل مصيبه برضه في الملعب وما قدرتش تفتح بقك. امال بتتكلم وبتقول انا اعلام حيادي ومش اعلام مصاطب ليه؟ خايف تتكلم على المستشار وعلى شيكا وعادي تتكلم على الاهلي ليه؟ اصل الاهلي هو اللي بيخلينا نبيع اكتر والناس تسمعنا اكتر ويهاجموني فاطلع ترند. كنت اتمنى ما تبقاش كده، لكن دي الحقيقة انك قصاد الاهلي بتتكلم، اما قصاد الزمالك منبطح. وديت الحقيقة، بس الحلقة ما خلصتش على كده. فاكرين لما قلت لكم ان الاستاذ مرتضى هيمد الاستاذ عبد الشافي صادق على رجليه علشان غلط في تاريخ تأسيس نادي الزمالك؟ هنشوفه وهو بيلوم عليه، او يعني بيحط عليه. بس قبل ما يحط عليه، وصل الحال انه طرد رئيس لجنة اعلام نادي الزمالك من المؤتمر الصحفي. راجل في يوم من الايام كان قدوة لينا، او استاذ بنتعلم منه ازاي تكتب الخبر الصحفي والمقال والتحقيق وحاجات كتيرة جدا. البارح سيادة المستشار يطرده من المؤتمر الصحفي، ويطلع النهاردة يقدم اعتذار. ينعل ابو الحال اللي يوصل لكده. بس ما علينا، نشوف الفيديو ونرجع نرد عليه. اطلع قول، احكي للناس، احكي للناس. ثانية. خير يا استاذ مصطفى. لا مش حاجة. لا خير. انا بتكلم عن لا، مع حضرتك ما تتكلمش. معلش. ما بتكلمش لاخر مرة. لاخر مرة. انت مش على راسك ريشه. اتفضل. ما هو انا كده بتكلم وانت حضرتك بتقاطعني. في عندك حاجة أهم من اللي أنا بقوله. طب اتفضل حضرتك، انتظر معانا. في وسط زملائك. ربنا يكرمنا ويوفقنا ان شاء الله. الزمالك انشئ سنه كام؟ سنه كام قول لي؟ 1911. امال السبعه دي جبتها منين؟ وانت هتقعد تغلط على طول واحنا متحملين؟ وزي ما حضراتكم شفتوا، يعني اول فيديو بيطرد الصحفي الكبير رئيس لجنة اعلام نادي الزمالك، والفيديو او الجزء الثاني من الفيديو بيحط على كابتن عبد الشافي يقولوا هنستحمل ده لحد امتى. خلينا نقول يا جماعة، من اعان ظالما ذل على يديه. وانت ياما يا سيادة الصحفي الكبير طلعت وقلت له انت هرم من اهرام مصر وانت قمة وي وي وي. المرة دي شوف ايه اللي حصل لك. اما الاستاذ عبد الشافي صادق، شوف انت قدمت قد ايه وطبلت قد ايه وتجاوزت قد ايه وهاجمت الاهلي قد ايه، وفي الاخر غلطة او زلة لسان او يعني حاجة انت مش عارفها وغلطت فيها. شوفوا قدام كل الصحفيين وقدام مؤتمر، شوفوا عمل فيك ايه، وانتم تستاهلوا كل خير. وبكده نكونوا وصلنا لنهاية الحلقة، ونكونوا ردينا على الأستاذ هاني حتحوت وكشفنا يعني الوضع قدام حضراتكم، وكمان رصدنا حالة الطرد في المؤتمر الصحفي والرد على الأستاذ عبد الشافي صادق. وبنفكركم باللايك والشير والاشتراك في القناة علشان دايما يوصل لحضراتكم كل جديد من برنامجكم ضرب في المليان. تحياتي لحضراتكم.